يا لها من سنة رائعة 2017 كانت استثنائية، ويا لها من مسيرة حتى الآن. أنت كنت مفصليا لإنجازات الأندية التي لعبت معها في ال8 سنوات الأخيرة. السيد فلورنتينو بيريز، تفضل وانضم إلينا على الركح. نرغب في الحديث معك عن لاعبك هذا وهذه الجوهرة. مساء الخير سيدي، تفضل. كيف حالك؟ سنتحدث بالإنجليزية لكريستيانو كي يفهم ما ستقول. سأحاول الحديث بالفرنسية. ما مدى فخرك بلاعبك؟ أخبرني، هل أنت فخور بكريستيانو؟ مساء الخير للجميع. أنا سعيد جدا بالتواجد هنا مع اللاعبين في الفريق، وكذلك كريستيانو رونالدو الموجود هنا كذلك. بالنسبة للريال مدريد ولكل محبي مدريد حول العالم، أعتقد بأن هذه الكرة الذهبية الخامسة تعتبر شرفا فعلا لكل من ساند هذا اللاعب وتابعه كذلك، واعتراف بمستواه كأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو. أعتقد بأن كريستيانو رونالدو لديه كل القيمة التي تحمل ريال مدريد، كذلك الاحترام، القوة الجسدية، العمل الدائم والعمل الجماعي كذلك والتآزر. هل بالنسبة لك هو اللاعب المتكامل الذي يحلم به أي نادي؟ هل هو أفضل لاعب يمكن أن يكون موجودا وهو حلم لأي رئيس نادي كي يتواجد؟ هو جيد على أرضية الميدان، جيد كذلك في غرفة تغيير الملابس، زميل ممتاز. ما الذي يمكن أن نضيفه؟ بالنسبة لي في الحقيقة أنه اللاعب الأكثر تكاملا بعد ألفريدو دي ستيفانو. بالنسبة لي هو وريث ألفريدو دي ستيفانو، وبعده بالتأكيد ستكون هناك حقبة جديدة لريال مدريد، هذا شيء رائع بالتأكيد أن نكون قد حصلنا على لاعب مثل هذا بعد ألفريدو دي ستيفانو. حدثني عن الريال مدريد. إذا ناديك خلال هذا الموسم، طموح النادي هو الفوز بدور أبطال ثالث تواليا. أخبرني كل شيء، ما هو الطموح الشخصي كذلك لهذا النادي ولك كرئيس؟ بالنسبة لي بالنسبة لريال مدريد الجميع يعرف هذا النادي. نحن بالتأكيد نبدأ كل موسم بإجبارية تحقيق الفوز، لذلك نحن نعرف مسؤولياتنا، ولذلك نملك لاعبين كثيرين فازوا بالكرة الذهبية، ولذلك أيضا فزنا بالكثير من بطولات دوري أبطال أوروبا. لديكم سجل أفضل عدد كرات ذهبية أظن، ليس كذلك أكبر عدد؟ لدينا 9 لاعبين، نعم، ومتواجدين منهم البعض كذلك. لديكم 10 كلا 9 لاعبين فازوا بالكرة الذهبية كانوا يلعبون لريال مدريد، وفازوا ب16 كرة ذهبية بالإجمال. نعم، هذا رقم كبير جدا. كريستيانو، لا تخشى أي شيء، سأترجم كل شيء لك. هناك قصة حب جميلة جدا بين الريال مدريد والكرة الذهبية، وكذلك هناك قصة حب جميلة أيضا بين ريال مدريد وأيضا دوري الأبطال كذلك أيضا عام 1956. كذلك هناك قصة أخرى منذ تلك الفترة تتواصل حتى الآن نجاحاتنا، وكل شيء يبقى في قلب كل محبي مدريد. شكرا جزيلا لك سيد الرئيس، شكرا. والآن دعونا نتحدث إلى الأساطير. ستعطيني لحظة أليس كذلك لأحدثهم؟ لأن هناك بعض الأساطير الموجودة هنا. سوف أبدأ هنا معك راول. إذا أنت كنت تحمل قميص رقم 7 في ريال مدريد، ما هو الأفضل رقم 7 حسب رأيك؟ كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو فعلا، نعم، في الحقيقة إنجازات أكثر، ولديه 5 كرات ذهبية الآن. بالنسبة لي الأمر واضح وبسيط. فابيو، ماذا عن كريستيانو؟
أن تدافع أمام لاعب مثل هذا؟ هل هو كابوس؟ نعم كان دائما أمرا صعبا في الحقيقة، لأن بالتأكيد تحديه أمر صعب جدا، لكن الآن تغير كثيرا في الحقيقة، ليس فرديا الآن، أنه لاعب جماعي وممتاز مع مجموعته، وهو قائد فعلي لكل الفريق. هذا هو مفتاح نجاحه اليوم. روبرتو كارلوس، أنت ممتاز في الضربات الحرة المباشرة وهو ممتاز، من الأفضل بينكما؟ E agora, velho? O que eu falo? Você, na moral? Em minha época, Jô. Pero agora now is Cristiano. In your time it was you. في فترتك كنت أنت حسنا، والآن هو. إجابة ممتازة. كاكا، أنت فزت بالكرة الذهبية عام 2007 في تلك السنة، وبعد ذلك كانت السيطرة بين ميسي ورونالدو. ما هو الإحساس إذا أن تدرك بأنك آخر إنسان موجود وحي فاز بهذه الجائزة قبلهما؟ في الحقيقة هذا أمر جيد جدا، لأن بالتأكيد منذ 10 سنوات فزت بالكرة الذهبية الآن، وفي كل مرة بالتأكيد يفوز بكريستيانو أو ميسي، لأن هذا جيد بالنسبة لي، لأن الكل يتذكرني بتلك الطريقة، أنا آخر من فاز بها قبلهما، فتهانينا له إذا مرة أخرى، وأتمنى أن يواصل تحقيق الإنجازات والفوز بالألقاب والجوائز مع منتخبه وناديه. لدي سؤال آخر كذلك لك رونالدو، أن تحمل نفس الاسم مع كريستيانو وتتشاطر هذا الاسم، من هو الحقيقي؟ أنا الأكبر سنا، لذلك أظن بأنني أنا أكبر سنا منه، لذا قد أكون أنا الأصلي، ولكن في الحقيقة هذا اسم يحمل الحظ بصراحة. نعم، اسم محظوظ. نعم بالتأكيد حصل الكثير لك في باريس، وقد حصل الكثير له أيضا في باريس، أليس كذلك؟ فاز ببطولة أوروبا في السنة الماضية أيضا، وكان كذلك فاز هنا منذ قليل بالكرة الذهبية الخامسة، لذلك باريس مدينة تحمل الحظ لك. نعم، تهانينا لك صديقي، تهانينا. كريستيانو بالتأكيد كانوا مهمين جدا في مسيرتك، وقد ساهموا في بنائك كبطل. نحن نتحدث عن مدربيك، طبعا 3 منهم تحدثوا معنا عنك، وقد عادوا على تاريخك في الأندية 3 التي شاركت معها، سبورتينغ بورتوغال، مانشستر يونايتد، والآن ريال مدريد. Il était un jeune bourré de talent. A player who wanted to penetrate, attack defenders, create scoring opportunities. Parce qu'il n'a rien à prouver, il n'a rien à montrer à personne. Il a fait ça toute sa carrière. J'ai vu Ronaldo pour la première fois, il était un avant-centre. Je parle d'un Ronaldo à 16 ans et demi. Je n'ai pas voulu le mettre entre les deux stoppeurs, et c'est pour ça que j'ai décalé sur le côté en donnant lui une liberté bien sûr dans ses déplacements. Très vite, je me suis rendu compte que ce n'est pas un jeune talentueux, c'est beaucoup plus que ça. Le talent, il ne faut pas toucher, il ne faut pas l'enfermer, il faut laisser déborder avec esprit libre, parce que c'est comme ça vraiment qu'il apporte ce qu'il sait faire. J'ai réussi quand même de lui comprendre combien c'est important la discipline tactique. Lui est venu avec sa maman. Il voulait me remercier. Je crois que c'est une des récompenses les plus importantes que j'ai reçues de la part d'un jeune joueur. Et mon nom aussi circule près de lui. Et aujourd'hui, quand tu es près de Ronaldo, c'est quelque chose d'excitant. Well, the great satisfaction I've had with Cristiano was bringing a young player from Madeira through Sporting Lisbon, come to my club, United, and developing the player he is. I mean, you get great satisfaction in that. Our training consisted of the same things mainly in terms of intensity,
speed, concentration. But sometimes a player comes along and he's got something different. يفعل شيئا مختلفا، يكون لديه رغبة أكبر من كل شيء كي يتدرب أكثر من الآخرين، ورونالدو كان الأفضل في التدريب. أعتقد بأنه شخص يريد أن يعبر عن مهارته بكل بساطة. كان يحصل على 3 و4 فرص في كل مباراة، وتركيزه كان كبيرا جدا. أعتقد بأنه شيء رائع أن نرى هذه الشجاعة من قبل هذا اللاعب والقيم الرياضية. هو بالتأكيد يقول أعطوني الكرة، أنا لا يهمني من المدافع، سوف أفعل شيئا وسوف أبرز مهارتي. وبهذا يعود إلى بيليه ومارادونا، هؤلاء اللاعبون كانوا يفعلون ذلك. كرويف أيضا، دي ستيفانو، بيست، كل هؤلاء اللاعبين أبرزوا هذه الشجاعة سابقا. هو تخطى حتى ذلك منذ أن ذهب إلى ريال مدريد. سجله يبرز ذلك، أرقامه تبرز ذلك، نجاحه الأوروبي، هذا شيء رائع وكلنا فخورون بذلك. في أول نقاش لي معه عندما كنت مديرا للفريق الأول، وحيث كنت أقول له وأعطيه إحساسي وشاطره إحساسي حول مستواه وما يمكن أن يمرره كذلك إلى كل اللاعبين الآخرين. نحن لا ندرك ذلك، ولكن هو في الحقيقة لديه كاريزما رائعة، وهذا ما أقول له دائما. لا يجب أن يقلل مما يملكه من طاقة، خاصة ما يمكن أن يتعلمه الآخرون منه. في كل مرة أراه فيها، في كل يوم أرى طموحا أكبر. هذا يبهرني في الحقيقة. أن تسجل 4 و5 مباريات في 4 و5 أهداف في 5 مباريات، هذا شيء رائع. عندما يكون هنا ويتدرب، إذا ما كان في التدريب يستطيع أن يسجل 10 مرات فسيسجل 10 مرات، وأنا هذا ما يعجبني. طموحه كبير جدا في التدريب وخلال المباريات، يريد دائما أن يسجل وأن يكون الأفضل وأن يفوز. إنه شخص بروح انتصارية حتى في التدريبات، هذا طموحه الذي يبهرني. ما يمكن أن أقوله هو تهانينا لك، أحسنت صنعا، وأنا فخور جدا بك. كريستيانو، أريد أن أهنئك مرة أخرى على الإنجازات الرائعة التي حققتها والفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى. مستوى رائع من قبلك، واصل العمل، أنت لا تزال شابا والطريق لا يزال طويلا أمامك. نحن فخورون بك من مانشستر. هناك ليلة ستكون مهمة جدا بالنسبة له ولكل من سيكون من حول كريستيانو رونالدو، وأنا أريد أن أقول له أنني فخور بأن أكون مدربه.